ازيك يا حريف؟ قمة وإثارة وتشويق في إنجلترا. دوري المجانين. بص على اللوحة، بص على اللوحة. ليفربول نفسه مفتوحة، نفسه مفتوحة. بص على اللوحة، وليفربول نفسه مفتوحة. وهناك في مانشستر ملناش دعوة بيهم، الناس دي ملناش دعوة بيهم. مانشستر يونايتد يخسر من فولهام، ومانشستر سيتي يتعادل مع ايفرتون. وموراي وجوارديولا ملناش دعوة بيهم. خلينا نتكلم على ارن سلوت وفرقته القوية، وماريسكا اللي خسر النهاردة بهدفين مقابل هدف تشيلسي امام فولهام. دوري مجانين، دوري يخلي المجنون يعقل. تعالوا نتكلم عن المباراة الاولى، مباراة ايفرتون ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي يتقدم بهدف برونو برونو سيلفا، ويتعادل ايفرتون، وتيجي ضربة جزاء كمان لمانشستر سيتي ويضيعها النجم ايرلينج هالاند، ويعمل له كده البيج فور. دوري مجانين ملناش دعوة بيه، نركنه على جنب شوية عشان ده دوري يجنن المجنون ويعقل المجنون. خلي بالكم، دوري فيه كل إثارة وتشويق ومتعة. يعني انا قلت ما نتكلمش احسن عنهم عشان هنتجنن وهنخش في قصص وحوارات كتير. تعالوا نخش على المباراة التانية، مانشستر يونايتد. هو فعلا اوموراي لما جه في المؤتمر بعد الماتش اللي فات لما خسر، قال لهم، هو كان بيتكلم في المؤتمر زي ما انا بتكلم كده، فلقى في ميه نازله من فوقيه كده، في نقط ميه. فقال لك اليونايتد مش محتاج ترميم في الفريق فقط، اليونايتد محتاج ترميم هيكلي في النادي بالاكمل. يعني هو الراجل هيرمم الفريق ولا هيعمل ترميم في السقف اللي بينقط عليه ميه؟ يعني وفي يعني هيعمل ايه الراجل؟ اوموراي جاي في وقت صعب، جاي في وقت بيحاول يعمل فريق، بيحاول ما حدش يحكم عليه صراحه. ما تحكمش على اوموراي غير من اول الموسم، ماسك فرقه، عامل فرقه، جايب لعيبه. ممكن تحكم عليه في يناير لو جاب صفقات وبدأ يخش في الجيم. هو مركز 14 بعيد خالص عن الليفر وعن الصدارات والكلام دوت. لا، لازم نتكلم باسلوب كده كويس ان اليونايتد بعيد خالص خالص خالص. هو والسيتي خلاص، دلوقتي السيتي بقى مركز سابع. الناس دي تبعد خالص عن مراكز اللي بنتكلم فيها. ممكن ما تشوفش السيتي السنه الجايه في دوري ابطال اوروبا، وتبقى مفاجاه مدويه، مفاجاه مدويه بمعنى الكلام. السيتي ما يبقاش في دوري ابطال، فدي حاجه هتقلل من قيمه دوري ابطال كالسيتي، كفريق كان بينافس بقاله اخر 8 9 سنين معاك على طول في دوري الابطال. فريق هيقلل من قيمته شويه. مدينة مانشستر دي خلاص بقى نركنها كده على جنب بعد خسارة اليونايتد وتعادل السيتي. لا، تعالوا بقى نخش على تشيلسي في لندن. تشيلسي كان كسبان بهدف بالمر، اللي من وجهة نظري هو افضل لاعب انجليزي حاليا في الجيل الحالي. لعيب متكامل، عنده مهارات، لعيب بيعمل انهاءات مفيش احلى ولا اجمل من كده. لعيب بتاع اللمسة الجميلة، بتاع اللي بيخلي الفريق كده شابوه، شكله حكاية، فريق في حتة تانية. تعالوا بقى نروح الناحية التانية. يعني شوف فولهام، الفريق اللي عامل صراحة موسم محترم ويستحق عليه التقدير، فريق جدا جدا عالي قوي. عمل ايه بقى فولهام؟ استغل نقطة الضعف في دفاع تشيلسي، وكورتين، كورة في أول الشوط التاني وكورة في آخر الشوط في الدقيقة 94 خلصوا الماتش. خلاص احنا خلصنا من السيتي واليونايتد وخلصنا من تشيلسي. تعالوا بقى نتكلم عن ماتش الضباب. بمعنى الكلمة كنا قاعدين بنتفرج على ماتش مليان ضباب. ماتش تحس انك من ماضي الزمن اول مرة تتفرج على ماتش. شوط اول انت مش شايف غير الليفر. ليستر بيجيب جون في الدقيقة الستة، ولكن شوف بقى اللي حصل. ليفربول شوط اول 31 تسديدة ما بين القائم والعارضة. مرعب ليفربول السنة دي، اللي هيجوا قدام الليفر مش هيشوفوا. 31 تسديدة ما بين القائم والعارضة، لا 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 لا. احصائيات مع ارن سلوت مرعبة. ده 46 تسديدة في الشوطين، يا نهار ابيض. الليفر مرعب بطريقة يا جماعة تخلي كل المنافسين يترعب منهم. على رأسهم النجم المصري ابن بلدنا اللي مشرفنا في كل حتة، محمد صلاح. شغل عالي يا محمد صلاح، عامل شغل مفيش اجمل ولا احلى من كده. هو يدخل في قائمة 100 هدف على ارض
الانفيلد، اللاعب الوحيد اللي هو بعد الستة الافضل والاول مرة لاعب افريقي يخش 100 هدف على ارض فريقه. صلاح كل يوم وكل مرة بيضرب ارقام قياسية. صلاح كل ماتش هو نجم ساطع في السماء ونجم لامع. صلاح نجم صراحة بعد ميسي وكريستيانو في القرن ده. اللي يقول غير كده ما فهمش كورة. صلاح للتاريخ. صلاح هو أقوى لاعب في العالم حاليا. صلاح مفيش حد زيه دلوقتي. تعالوا نخش بقى على ترتيب الدوري الإنجليزي والمتعة والإثارة والتشويق. عندك مركز أول ليفربول 42 نقطة من 17 مباراة. خلي بالكم الليفر مؤجل له ماتش مع ايفرتون، فرقة صعبة جدا جدا جدا. تأتي ورا على طول الليفر تشيلسي ب 35 نقطة من 18 مباراة. تشيلسي رخم ولكن بيجي في مطوشة. يعني الماتش اللي فات والماتش ده كان زمانه دلوقتي بتتكلم انه بيلعب مع الليفر دلوقتي في 42 نقطة. اديك خسرت النهارده 3 نقط كنت توصل لل 38، وخسرت نقطتين كنت توصل 40 ما بينك وما بين الليفر نقطتين. كان انت وسعت الفرق تاني. تأتي صراحة الفرقة اللي مع نونو سانتوش السنة دي عاملة موسم مفيش أجمل ولا أحلى من كده. نوتنجهام فورست ب 34 نقطة من 18 ماتش. وتيجي أرسنال اللي لسه عندها ماتش بكرة 33 نقطة من 17 ماتش. وبورنموث صراحة موسم مفيش أجمل ولا أحلى من كده بقيادة الحارس الكبير المخضرم كبة. وكمان في المركز السابع السيتي خلاص 28 نقطة من أصل 18 ماتش. بعد خالص خالص عن مراكز الصدارة وعن مراكز التوب فور. في المركز ال 14 مانشستر يونايتد 22 نقطة، بعد خالص برضه. والمركز ال 18 ليستر، ويجي وراه ايست شاون، ويجي وراهم ساوث هامبتون. صراحة دوري انجليزي مجنون، ودوري انجليزي حلو، ودوري انجليزي الفترة الجاية ممتع وممتع في رأس السنة. تعالوا بقى نخش عندنا هنا في الدوري المصري. صراحة دوري كله حكايات، ودوري كله حوارات. دوري الزمالك متصدره ب 11 نقطة، وراه الأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري. كل فرقة من دول بقى عندهم كام نقطة؟ كل فرقة عندها 11 نقطة. يعني عندك أول 5 فرق 11 نقطة من 6 متوشة، إلا الأهلي 11 نقطة من 5 متوشة للقاء مؤجل مع سموحة. صراحة الدوري المصري حلو. تعالوا نتكلم الأول عن ماتش الزمالك وماتش طلائع الجيش. الزمالك بيتعادل مع طلائع الجيش في جهاز الرياضة العسكري بهدفين لكل فريق. سجل أهداف الزمالك حسام أشرف ومحمد شحاتة اللي من وجهة نظري لاعب مقاتل 100% وبيحب تيشيرت نادي الزمالك. وأهداف طلائع الجيش جودوين شيكا الهدفين. احنا مش هنتكلم كتير لأن هنتكلم عن الأخطاء التحكيمية فقط لا غير في الدوري عندنا. عندك في مباراة الزمالك الحارس محمد شعبان داخل بركبته في صدر اللاعب محمد حمدي اللي ادى الى كسر ضلعين وهوى على الرئه. الحكم اكنه ما شافهاش والفار اتغاضى عنها، اكنه ما شافش اي حاجه. وتحس انك بتكلمهم عن حاجه تانية خالص. يعني ضربه جزاء صحيحه. مش عارف الفار برضو في ماتش سيراميكا للزمالك مش كل ماتش اللاعب عامل الكرة كده بايده تك تك بايده الاتنين تك تك مره في واحد. يعني مش التحكيم لازما بيشوفوه بإدارة كويسة للماتشات بتاعت الأهلي والزمالك. ماتش كمان الأهلي النهاردة ضربة جزاء على محمد الشناوي باينة صريحة. اللاعب ماسك فخر الدين بن يوسف حضنه كده وموقعه ما حسبلوش حاجة. وضربة جزاء على ياسر إبراهيم في الدقيقة السادسة بالتحديد، كوعه في وش فخر الدين بن يوسف ما حسبلوش حاجة. بالتالي انت كل ماتش مش تحسب حاجة هنا ولا حاجة هنا، الدوري بيضيع والتحكيم كل ماتش بيزيد الجدل. يعني كل ماتش خطأ تحكيمي في كل مباراة. بالتالي في أسباب. يعني النهاردة بتشوف يعني لعيبة النادي الأهلي بتجيب فاولات من كل حتة. عندك وسام وعندك يحيى الله، الفاول بالنسبة لهم كأنه ضربة جزاء. وإمام عاشور اللي هو ضيع كتير النهاردة، وكانت في كرة القفشة بصها له في آخر الدقايق وجاب الهدف التاني. صراحة اللي عجبني في الأهلي النهارده مروان عطية، لازم نشيد بيه ونديله حقه. واخد رجل المباراة، عامل 7 تاكلينجات جايبهم كله. صراحة لاعب يحترم ويستحق التقدير مننا. لاعب على قد تيشيرت النادي الأهلي فعلا، لاعب يستحق الإشادة. لاعب ماشي بمستوى ثابت ما بيتغيرش غير بقية اللعيبة. صراحة الأهلي محتاج يعني لعيبة كتير تمشي
على رأسهم محمد الشناوي اللي كان في اول الشوط الاول مفيش خالص، اول 4 باصات من رجله كلها للعيبة المصري، اول 4 باصات كلها من رجله للعيبة المصري. يعني الشناوي كان في اول شوط تحسه انه تايه متدربك مش عارف بيعمل ايه. وكمان اللعيب بيبصيله الكرة ياسر ابراهيم بيسيبها وراحت طالعه ركنيه. كمان بقى تعالوا نتكلم عن اللي عاجبني قوي 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 صراحه، اشرف داري. مدافع زي ما الكتاب بيقول، مدافع 10/10، مدافع صراحه تتفرج عليه يعجبك، مدافع صراحه ثبت مركزه وخلاص محدش هياخد مركزه تاني في النادي الاهلي كده. تعالوا برضو بقى نتكلم عن اخر حاجه، ترتيب الدوري المصري عشان ننهي الفيديو الجميل ده. الزمالك 11 نقطة من 6 ماتشات، الأهلي 11 نقطة من 5 ماتشات، بيراميدز 11 نقطة من 6 ماتشات، سيراميكا 11 نقطة من 6 ماتشات، المصري 11 نقطة من 6 ماتشات. وعندك يعني كلهم 11. الدوري السنة دي صعب، الدوري السنة دي اللي هيعرف ياخد 3 نقط في الماتش بتاعه ده معلم. يعني الدوري السنة دي هتبقى لعبة كراسي موسيقية، هتلاقي مرة الأهلي رابع الزمالك مرة رابع، تلاقيهم مرة الزمالك أول الأهلي أول، هتلاقيهم يعني في حالة كده غريبة في الدوري عندنا. والتأجيلات الكتير اللي بتحصل للأهلي، مرة يروح يلعب في أفريقيا ومرة يلعب في كأس الانتركونتينال. الأهلي لازم نمشي بنظام عندنا هنا، احنا عملنا قللناهم من 34 ل 25 ماتش عشان ما حدش يتأجلهم طشة، ولسه لغاية دلوقتي بنأجله في المطشة. لازم المنظومة تظبط عشان الدوري بتاعنا يوصل بشكل أحسن للجميع، ويبقى في فرجة من العالم. لو انت بتقول زي ما انت عايز بتقول يعني، وتدخل ايرادات للدوري اللي هو قيمته اصلا مليون جنيه، حتى ما يعني بتتعب نفسك طول الدوري عشان تاخد مليون جنيه في الاخر ملوش اي لازمة، ما يجيبش حد اصلا حتى تعمل بيه دوري. مليون جنيه ملوش لازمة دلوقتي في الزمن بتاعنا. العب 25 ماتش في الاخر عشان اخد كاس واخد مليون جنيه؟ لا. طب انا ممكن ما اتعبش نفسي واروح العب بقى في الكونفدراليه زي ما انا بلعب، والاهلي في دوري ابطال اوروبا في دوري ابطال افريقيا، واللي بيكسب بياخد 3 مليون و4 مليون دولار. على الاقل اسمه رقم، بتاخد 100 مليون بتاخد 80 مليون، احسن من انك ما فيش خالص ما بتاخدش حاجه. مليون جنيه، انا هلعب طول الموسم عشان اتعب نفسي عشان مليون جنيه؟ مفيش خالص القيمة. تحس ان الدوري بتاعنا من اسوأ فعلا لسيء زي ما انا بقول كل مباراة وكل جولة. ولكن القادم افضل ان شاء الله في الدوري عندنا. اهم حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الايجابي يا حريف. ما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلقاكم في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله